حلم الطفولة كان جراح القلب العالمي. لما بيجي الأولاد في سن المراهقة، تيجي هرمونات المراهقة بقى والكلام ده، بيبقى عاجبه فكرة بدلة الضابط وبدلة ضابط الشرطة وضابط الجيش. بس أنا عشان دايما كنت بحب أبقى متميز، لا فعجبني بدلة الطيار. الطيار بدلته أحلى. طب وليه ما طلعش طيار؟ فطلعت في دماغي قلت إيه، طب طيار مراهق. ايوه الكلام ده كان في ثالثة إعدادي. بعدين كان في حاجة اسمها المدرسة الثانوية الجوية، اللي هي بتخشها بعد الإعدادية، تؤهلك مدارس عسكرية، مدرسة عسكرية للكلية الجوية. وقلت خلاص توكل على الله. بابا عايز اخش، ما ناقشنيش يعني، ماليش يا ابني، ما انت عايز تطلع دكتور، طب دكتور احسن من الحاجات دي، لا خالص. ماشي حبيبي اللي انت حتى عايزه. تحول الحلم ما نقش اللي انت عايزه حبيبي. تمام. فرحت قبل ما اروح الاختبارات، طبعا زي ما الاهالي بتعمل دلوقتي، كشفت عند كل الدكاتره كويس، فت ولد في ثالثه اعدادي سليم، ما فيهوش حاجه يعني، ما تمام. وانا فاكر مش قادر انساها، اول اختبار دخلته كان في المستشفى الجوي اللي هي في العباسيه دي. وانا اول اختبار دخله هو النظر. عادي، نظري 6/6 مش حاجه يعني، عادي، ايه المشكله؟ اول ما دخلت لقيت الدكتور ماسك كتاب في ايده وبيفتح الكتاب، بيقول لي هو الرقم ده ايه؟ قلت له الرقم ايه؟ مفيش ارقام قدامي. طب التعبان راسه فين؟ تعبان ايه يا دكتور؟ احنا بنهزر ولا بنتكلم؟ يفتح يقلب صفحه في الثانيه في الثالثه، فقال لي انت عندك عمى الوان، اتفضل. طبعا انا خرجت مصدوم. ايه ده، حلمي ضاع؟ يا اول خيبه، اول خيبه. اول نوع من الخيبه تعرض. انا كنت عايز ابقى طيار وما بقتش طيار. خرجت، وبعدين بابا خدني بالليل، رحنا عند الدكتور بقى، رمض في العياده عنده وبتاع، انكشف قال لي عندك عمى الوان. ومش معنى عمى الوان ان انا مش شايف ان ده كحلي وده لبني وده احمر، لا، هي عمى الوان ليها علاقه، حاجه طبيه، وانت في الطياره فوق بفرق الاضاءات مش عارف ايه بالكلام ده، ممكن تمس بعض الالوان تدخل مع بعضها. فقلت خلاص، كنت لسه طفل مش فاهم يعني، هي قدر الله وما شاء فعل، انت ما تعرفش ربنا شايل لك ايه بعد كده. ليه؟ انا هفترض معاك ان كنت قبلت، ما طلعش عندي عمى الوان، وقبلت ودخلت الثانويه العسكريه، الثانويه الجويه. طب ما انا في ثالثه ثانوي نظري ضعف ولبست نظاره، فلو كنت ساعتها في الثانويه الجويه كان اللي هيحصل ان هينقلوني فين؟ الثانويه العسكريه اللي هي بتدخل كليه حربيه. يعني دخلت بقى حاجه تانية خالص يعني، مش هتبقى نفس الحلم.